كمان جاب اشرف داري المدافع المغربي الدولي اللي اقل كتير جدا في الطلوع بالكوره من المناطق الدفاعيه وبناء الهجمه بالنسبه لعبد المنعم، لكن انت كان ممكن تقول مثلا ان هو قريب قوي من رامي ربيعه واحسن شويه من ياسر ابراهيم، وبحكم الظروف اصابته مع منتخب المغرب ما قدرش ان هو يشارك مع النادي الاهلي في الثلاث ماتشات سواء الاثنين بتوع جرومايا او قدام الزمالك. ويحيى عطيه الله الباك الدولي المغربي اللي احسن باك شمال تقريبا في افريقيا، رغم ان انا كنت شايف ان الشماخ لعيب صغير في السن وكان مهم ان هو يبقى موجود، لكن كولر كان عايز يحيى عطيه الله، ويحيى عطيه الله لاعب كويس جدا بس بقاله اكتر من 5 شهور ما بيلعبش، حتى لو اداؤه الفني عالي لكن اداؤه البدني قليل كتير قوي عن زمايله حتى اللي موجودين في الملعب اللي رجليهم في الملعب الموسم اللي فات. وجاب في اخر